يا من يحب محمدا وطريقه بح بالصلاة مع السلام عليه، فسلامنا يصل الحبيب فيا له شرف لمن أهدى السلام إليه. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجب الشمس ليست تحجب، والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا، إنا كفيناك المستهزئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم مكابي، طبعا مع ضعف الإمكانيات في التصوير وكده، لكن دي إمكانياتي، معلش أنا آسف يعني. حتى التليفون جايب الشاشة نصين، نص منور نص مضلم. ما علينا. النهاردة إن شاء الله في درس سريع جدا هتكلم عن مشكلة كتابية يونانية بطالب الدارسين والأساتذة المتخصصين في اللغة اليونانية والمتخصصين في النقد الكتابي، بالذات في الدراسات اليونانية الإغريقية النقدية للنصوص العربية، ياخدوا بالهم من مشكلة بندرسها مع بعض. احنا مش بنقول ان احنا يعني عندنا التحرير الكامل للمسألة، لكن انا بعرض وجهة نظر العلمية ونشوف هو كلامي صح ولا غلط. ولو في مسيحي بيسمع الفيديو ده يروح لواحد أستاذ في اليوناني ويشوف المشكلة أنا بكذب عليك ولا إيه المشكلة، أو إحنا بنكذب عليك أو إحنا بنألف عليك. النص ده يا جماعة كارثة بمعنى المقاييس. أول حاجة النص بيتكلم على الفكرة الغنوصية، إن المسيح كان هو آدم في آدم الترابي، والغنوصية بتعتمد في فكرتها على كلام إن يسوع ده إنسان روح، يعني هو روحا محيا. آدم التاني ده هيكون روحا محيا وهيكون ليس إنسانا حقيقيا. واخدين بالكم؟ ليس إنسانا حقيقيا، بل هو عبارة عن شبح خيال أتى من السماء. فإحنا النهاردة في النص اليوناني ده هنديكم المعلومات المكابية الجديدة، وإن الفكرة الغنوستوسيزم جت أصلا من كورنثوس الأولى 15:47، إن يسوع كان إنسان سماوي، عبارة هو شكل الإنسان لكن نزل من السماء سماويا وليس ترابيا، روحا محيا وليس ترابيا أرضيا. وفي الحالة دي الغنوستوسيزم كانت صح، وبتقول المسيح كان عبارة عن روح وخيال، وفي الحالة دي يبقى التجسد باطل ومفيش صلب تم على الصليب أصلا. طيب خد بالك بقى، بعد ما اعتمدت الغنوستوسيزم على فكرة بولس الرسول أخلى ذاته، وعلى فكرة بولس الرسول مش أول مرة يتكلم على فكرة إن المسيح ده كان عبارة عن شبح روحاني، يعني إنرجيا أوبنيفما. إنرجيا أوبنيفما يعني طاقة روحية، يعني أوبنيفما إنرجيا. خد بالك يا خالة، ما تجرطيش عليا يا خالة على رأي التعاطي الشرقية. التعاطي الشرقية دول حبايبي، ما تجرطيش عليا يا خالة، بحب أنا اللغة دي. شفت أحمد مكي لينجر في لسكا كليشتاشين ولا إيه؟ الله وكيل ما يلكي حل على أولى، الله وكيل ما يلكي حل. بفك المحاضرة شوية عشان صعبة يعني. خدوا بالكم بقى، يبقى هنا الفكرة الغنوصية بتعتمد على إن إنسان نزل من السماء روحاني، وإن الإنسان التاني من الأرض ترابي. خلاص كده يبقى معنى كده المسيح كان عبارة عن روح وشبح، هو فعلا شكل إنسان لكن هو مش إنسان حقيقي، أخلى ذاته وأخذ صورة عبد. ما تجرطيش عليا خالص. ما تجرطيش عليا خالص. خد صورة إيه؟ خد صورة عبد ونزل من السماء. فكرة ماركيون، فكرة الغنوصية اللي بيسمعني عند إسلام الفيومي، لأن ده فيديو أنا عامله لإسلام الفيومي تحديدا. ما تقولش على الغنوستوسيزم إن هي فكرة هرطقية بقصد ما هي بتعتمد على النص الكتابي، بتعتمد على النص الكتابي. فالنص الكتابي شوف بيقول إيه قبل ما نروح لليوناني. بيقول هنا إيه؟ بيقول هنا طبعا عشان هنا في مشكلة، بس مش ده موضوعها، عشان النقطة المحورية في الموضوع. بيقول هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول إيه؟ نفسا حية. طب وبعدين؟ وآدم الأخير إيه؟
روحا محيا، يعني مش ترابي. احنا بنتكلم على مباينة ما بين أمرين، واحد ترابي وواحد روحاني، واحد جاي من التراب والأرض وواحد نازل من السماء. قول لي طيب، ما تغرطيش عليا خالص. عجباني أول اللغة دي، خد. هدخلها في اليوناني. خايف اقول ما تغرطيش. تغرطيش، مش عارف تغرطيش دي ايه، مش فاهم حاجة. تغرطي ايه؟ انا خايف الناس تقول ده ان كان اللهم هذا سحر فأبطله يعني. برضه بتوع الجزائر كلموني كام كلمة كده ما فهمتش اي حاجة برضه. انا مش عارف الناس دي لغات عجيبة يعني. بيقول ايه؟ لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني، اللي هو مين؟ اللي هو ادم. يعني ادم حيوان ترابي والمسيح روحاني سماوي، يبقى احنا كده عندنا اتنين. طيب، احنا اللي هو اللي بيأكد على كده هيأكد في النص اللي بعده بقى، اللي احنا هنتعرض له في النص اليوناني. الانسان الاول من الارض ترابي، اللي هو مين؟ هنحاول كده ان احنا نعمل يعني نوع من التحديد بالاصفر كده اهو. الانسان الاول من ايه؟ من الارض ترابي، اللي هو ادم. طب والانسان الثاني الرب منين؟ من السماء. انا جبت حاجه من عندي؟ انت عندك اتنين، هو في الثلاث نصوص اللي انت شايفهم دول عمال يأكد على حاجتين، ان عندك مباينة بين اثنين. المباين الاول او المتناقض الاول هو ادم الترابي، وادم الثاني السماوي الروحاني. يبقى انت عندك اتنين. طب حلو كده. في الحالة دي بقى ادم الترابي ده غير ادم السماوي. هو بيحمل اسمه لكن ليس بيحمل طبيعته او مادته او عنصره الترابي. الانسان التاني ايه بقى حضرتك؟ كده اقرا كده. الانسان التاني الرب من السماء. انا كده بقرا صح يا خاله؟ بالله عليك يا خاله ما تجربش عليا، الله وكيل. قولي لي يعني هنا انا بقرا كده صح ولا بقرا غلط؟ الانسان التاني فين؟ الرب من السماء. يعني هينزل منين؟ هينزل من السماء. اللي هو مين؟ الرب، اللي هو الروحاني، اللي هو النفس الحيه، اللي هو الروح المحيي، اللي هو الجسم الروحاني. انا كده ما جبتش حاجه من عندي، هناخدهم بالترتيب. يبقى الرب من السماء، الروحاني، الروح المحيي، الجسم الروحاني. بص ثلاثة، بص ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، هناخدهم من تحت اهو. الرب من السماء، الروحاني، روحا محيا روحاني، صح كده؟ بنسميها باللغة اليونانية بنافما انرجيا، يعني الروح، طاقة الروح، طاقة روحانية. وبنافما انرجيا، طاقة روحانية. مش حقيقة الإنسان، ده صورة الإنسان، أخذ صورة عبد. هوريها لك برضه باليوناني بعد شوية. خد بالك. وبرضه بيأكد على حتة تانية، بيقول كما هو الترابي هكذا الترابيون، وكما هو السماوي هكذا السمائيون. بيقول لك ايه؟ شوف بقى هنا بيأكد اهو. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السمائيون أيضا. بيقول وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. أنت بتتكلم على مين بقى هنا؟ بيتكلم على آدم وبيتكلم على يسوع. يعني يسوع هو آدم التاني بس سماوي، نازل من السماء في شكل آدم الأولاني الترابي، لكن مش ترابي زيه. على كده اللي نزل من العذراء ده مين إن شاء الله؟ طيب، يبقى هنا هنركز بقى بعد إذنك في قناة الأخ إسلام الفيومي. ركزوا معايا جدا في الحتة دي. الإنسان التاني الرب من السماء. ماشي كده؟ ما في صوت إزاي؟ أنا وقفت عند إيه طيب؟ البث شغال عندي. معلش يا جماعة، في القنوات الفضائية اللي بتسمعني أنا آسف يعني، لأن بيبقى في بلاغات فمش عارف الصوت واضح ولا لأ. نعيد تاني. مش سامعين ازاي؟ طيب، الإنسان التاني الرب من السماء.
حلو الكلام، كلام جميل. مش ده الكتاب المقدس؟ انت معايا هنا حضرتك؟ مش المفترض ان الرب دي لما اجي اترجم النص اليوناني بقى، فهحط مكان الرب دي ايه؟ حاجتين. اما اقول اوكاريوس، او كاريوس، او اوميغا، بتخش اداه تعريف على كاريوس، يبقى اوكاريوس الرب، صح؟ يبقى انا لما بعمل هنا ترجمه نقديه بحط ايه بقى؟ بحط كلمه انثروبوس او زياتيروس، زياتيروس الثاني يعني. ركزوا معايا، انا بقرا لك يوناني من غير ما اليوناني معايا وانا بذكرها والله. ركز يا اسلام في يومي في قناتك اهو. دي اسمها انثروبوس باليوناني، صح كده؟ اكتبي معايا كده يا خاله بعد اذنك، اكتبي يا خاله ما تقولش عليا، الله وكيلك. طيب التاني اوزياتيروس، يبقى كلمة انسان انثروبوس، ممتاز. كلمة التاني اسمها اوزياتيروس، اوزياتيروس التاني، كده كلمتين. طيب الرب اوكاريوس، تمام؟ صح كده؟ اكس من، كلمة اكس من، اكس اورانو، اكس اورانو يعني من السماء، صح كده ولا انا غلطان؟ طيب انا بقرا النص باليوناني من ذاكرتي، ومع ذلك يلا بينا نروح نشوف النص في اللغه اليونانيه. يبقى احنا كده اكدنا على فكره الغنوصيسم، ان المسيح عباره عن جسد روحاني، شكل الانسان الترابي لكن هو روحاني، اهو الرب من السماء الروحاني، روحا محيا جسما روحانيا. وبيتكلم على المباينه ما بين ادم الترابي، ايوه، اوبوتون اورانو، مظبوط، ما شاء الله عليك، ممتاز، ممتاز جدا، وحقيقي برافو عليك. طيب يبقى احنا دلوقتي الغنوصيسم يا شباب جابوها من عندنا، جابوا فكره الغنوصيه ان المسيح ميتافيزيقي او اثيري، او مش كان حقيقي، مش انسان حقيقي. جابوها من الكتاب، ان قال لك ما دام في ادم الترابي في ادم الروحاني، في ادم الارضي في ادم السماوي، وانه هينزل من السماء الانسان الثاني الرب من السماء، صح كده؟ يبقى كده انت حضرتك بتتكلم على خيال، وفي الحالة دي ان مش عندك فداء ولا تجسد تم، لان ده عبارة عن روح نزلت من السماء في شكل انسان. فكرة ماركيون جاية من النص ده، فكرة الغنوصية جاية من النصوص دي، الغنوصيسم بيعتمدوا على النصوص دي، بولس الرسول بيعتمد على الفكرة الغنوصية اصلا. يبقى انت بتلوم الغنوصية ليه؟ وبتقول عليها، اتفضل بس اشرب كوبايه ميه، وبتلوموا عليها ان هي فكرة هرطوقية وليست صحيحة. لا حضرتك، بيعتمد على الكتاب. حتى يسوع لما كان بيتكلم مع نيقوديموس قال له انا نزلت من السماء وانا انسان كامل، انسان كامل في الشكل يعني برضو. طب الرب من السماء ده هيكون عباره عن ايه؟ ترابي؟ لا، ده روحاني، روحا. اقول لك ادم الاخير اهو، ادم الاخير ايه؟ روحا محييا، روحا. طب الجسم الروحاني ده لا يمس ولا يجس ولا ياكل ولا يشرب ولا، لا، ليس له علاقة بالطبيعة الترابية الإنسانية أبدا مطلقا. في مباينة ما بين الأمر، ما بين الإنسانين والطبيعتين، هذا طبيعة ترابية أرضية، هذا طبيعة سماوية روحانية، وهو بيأكد على هذا التباين وهذا التناقض وهذا الاختلاف. كده احنا جبناش حاجة من عندنا. يبقى الفكرة الغنوصية دي الفكرة الأولى اللي عايز أقولها في الفيديو ده. طيب الفكرة الثانية التحريف في النص اليوناني. بصوا يا جماعة بقى، الناس العرب متخيلين ان احنا مش عارفين لغة يونانية، وان احنا يعني ممكن ما نكونش عارفين هم هيلعبوا ايه في الكتاب ده وهيعملوا ايه بالظبط. اوكي، معلش يا راجية عشان هعمل نص عبري بعدين ان شاء الله، خليكي معايا. طبعا الاخت راجية بحب اعرفكم بس هي الاستاذة الكبيرة اختي في التعليم، الان انتهت من إنتاج الكتاب بتاعنا قبسات قرآنية وأدلة خريستولوجية باللغة الفرنسوية. إن شاء الله الكتاب قرب يطلع يعني، أبشركم. يبقى هنا الإنسان التاني الرب من السماء. ماشي يا إسلام فهيمي في قناتك أنت وجمهورك. هنعمل هنا إيه بقى؟ ما يسمى الترجمة النقدية. الترجمة النقدية عشان ما نصعبش على الناس
انت جاي لك جواب من المانيا، جاي لك جواب من ايطاليا، جاي لك جواب من موزمبيق، بتجيب الكلمه وتحط قصادها، الا اذا كان في كلمه مش موجوده او عندك فقر في اللغه، فمش بتشوف كلمه تانية تستعين بيها على آه مشابهه الكلمه في المعنى المقابل في اللغه. انتوا واخدين شايفين ايدي؟ دي ايدي على فكره. مم. عشان تقولوا احنا ما شفناش المعلم يعني، ايدي صغيره يعني ايه. خلاص كده، انسان ترابي طبعا. طب لكن اللغه اليونانيه في في الاربع كلمات او الخمس كلمات دول، عندنا ما يكافئها في اللغه العربيه. اللغه العربيه غنيه جدا في افعالها وجذورها ومشتقاتها. كلمه انسان في اليوناني اسمها انثروبوس. طيب ادي واحد كده، ماشيين معايا؟ مفيش اي تعليق؟ مفيش اي. طب اتمنى بالاخوه في قناه اسلام الفيومي وقناتي الأكاديمية المكابية، قناتي برضو أختنا روفانيوس بارك الله فيها، إن يكون في نوع من التفاعل. كلمة إنسان بتساويها أنثروبوس، أدي واحد. الثاني أوزياتيروس، أدي كده اتنين، صح كده؟ طيب الكلمة التالتة أوكاريوس. طبعا ليه بتقول أوكاريوس؟ لأن في تعريف هنا، في تعريف أو ال، يعني أداة التعريف بتخش على النكرة فتجعله معرفا. مش التاني رب من السماء، الرب من السماء. في الحالة دي أوكاريوس يعني الرب، إكس أورانو من السماء. كده تمام. تعالوا نشوف بقى، هل في النص اليوناني كلمة أوكاريوس دي اللي هي الرب دي؟ تعالوا نشوف، يلا بينا، يلا بينا. ادي النص في اللغة اليونانية اهو، هناخده كلمة كلمة ونشوف. يلا بينا. او بروتوس، بروتوس يعني الأول. لما اجي اقول اغابي او بروتوس يعني حب الأول، يجي واحد يقول لواحدة بيحبها، يقول لها اغابي او بروتوس يعني انت الحب الأول. طبعا بيضحك عليك بأي حاجة في دماغه بقى، قلة ولا شفشة ولا أي حاجة اللي يقابلك يعني، حلة غطا حلة مش مشكلة. أنا بضحك معاكم يعني أنا بحاول أفك المحاضرة عشان صعبة شوية، بشوية نكت كده وعشان تبقوا زي سماح ريحيه يعني. أو بروتوس أنثروبوس يعني الأول، الإنسان. طيب إغريس، كلمة إغريس يعني من الأرض، إغريس من الأرض. هوكيوس، هوكيوس اللي هو التراب يعني، يبقى أول. لحد هنا كده احنا خلصنا النص الأولاني، والنص مش فيه تحريف لحد النقطة دي. يعني المقطع الأولاني يا إسلام يا فيومي ويا روفانيوس في الأكاديمية المكابية وقناة إسلام الفيومي وجمهورهما، النص الأولاني في اللغة العربية وفي الجزائر الشقيق، تحياتي إلى الجزائر، الإنسان الأول من الأرض ترابي. لحد دلوقتي النص مش فيه أي مشكلة، والنص سليم مش فيه أي تحريف، الكلمة قصادها كلمة عشان أكون عندي أمانة علمية. أو بروتوس أنثروبوس إغريس خوكيوس. يعني طبعا اليوناني ساعات بيجيب المبتدأ قبل الخبر، فيه شوية حاجات كده في اليوناني عكس العربي. المهم علينا، بيقول هنا بيقول الأول الإنسان من الأرض ترابي. ممتاز جدا. فعلا النص في اليوناني بيقول الإنسان الأول من الأرض ترابي، فعلا هنا بالظبط. أو بروتوس أنثروبوس إغريس أوخيكيوس، مظبوط. ممتاز جدا. لحد دلوقتي أنا بقول لك بكل صراحة مفيش أي تغيير ولا تحريف في النص. قابل اللي جاي بقى، هيبدأ يتكلم على مين بقى يا خالة؟ هيبدأ يتكلم، ما تغرطوش علي ولا زوجة خلاص زوجة خلاص. هيبدأ الجماعة الشرودون عسل والله، هيبدأ يتكلم على مين بقى؟ هيبدأ يتكلم بعد النقطة دي على يسوع اللي هو الإنسان الروحاني، النفس المحيية، الروح المحيية اللي هو جاي من فوق بقى. احنا بنتكلم على اللي جاي من فوق. طيب تعالوا نشوف هل كلمة الرب دي موجودة هنا؟ هنشوف. احنا بنقول المسيحيين ياخدوا الفيديو ده ويشوفوا انا بألف من عندي ولا لا. اول كلمة بتقابلك اوزياتيروس، اوزياتيروس يعني التاني. او زياتيروس، او زياتيروس
يعني التاني. كده احنا ماشيين صح؟ ادي رقم 1. يبقى التاني اللي بعده يبقى كلمة اوزياتيروس التاني. خلاص ماشي. اللي بعدها انثروبوس الانسان. صح. اكس اورانو من السماء. فين الرب بقى؟ اتفضل طلعها. مفيش كلمة الرب في النص. شفت التحريف؟ فالمفترض يقول اكس اوكيريوس اورانو. حتى في قاموس سترونج من غبائهم يعني حطوا كلمة كيريوس وقال لك احنا بنعتذر، هي مش موجودة في النص عندنا. ما حطوهاش ليه؟ مش موجودة اصلا. كلمة كيريوس دي بس بدي لك عشان تعرف يعني ايه كيريوس. فالمفترض اوكيريوس دي موجودة فين؟ موجودة في النص اليوناني اللي هي هتيجي بعد ايه بقى؟ هتيجي بعد اوزياتيروس انثروبوس اكس اورانو. فهيقول هنا اوزياتيروس الثاني الانسان اللي هو ايه بقى؟ اوكيريوس اكس اورانو الرب من السماء. مفيش كلمة رب في النص. يا ترى مش حطيتوها ليه؟ مكسوفين ولا عيب ولا ياما اعملي معروف قومي افتحي له الباب؟ اما على فكرة اما بالعبري ماما يعني. يبقى هنا بعد ما خلصنا المحاضرة بتاعتنا فوجئنا ان الجماعة المحرفين العرب للمرة 50,000 ما زالوا يحرفون في النصوص اليونانية ويضعون في النص العربي ما ليس في اليوناني. طبعا لما كلمة رب تبقى موجودة هنا انت بتبني عليها عقيدة. انت بتبني عقيدة على نص موجود بتقنع الشعب الكنسي ان في الرب من السماء. لكن لما تعرف ان كلمة الرب مش موجودة اصلا يبقى هعيد النص للمرة 20. أوبروتوس أنثروبوس إغريسخيكيوس الإنسان الأول من الأرض ترابي. خد نقطة بعد كده. أوزياتيروس الثاني أنثروبوس إكس أورانو الإنسان الثاني من السماء. حذفوها ليه؟ عشان بولس الرسول لا يؤمن بألوهية المسيح. باختصار بولس الرسول كان أقصى حاجة عنده إن يسوع ده معلم سيد وملعون عنده. ده كان يعتقد بولس الرسول. ده موضوع تاني أنا عملته عنه أكتر من 180 محاضرة. بولس الرسول لا يعتقد بألوهية المسيح أصلا. خدوا بالكم. وده موضوع هقوله بعدين. لكن التحدي بتاع المكابي هنا اتفضل قول لي ليه ما حطوش كلمة الرب هنا؟ وليه النسخة العربية جابت الرب وهي مش موجودة في النص اليوناني؟ ده السؤال. اتفضلوا اللي بقول لك ورينا التحريف. ادينا وريناك مفيش كلمة الرب في النص اليوناني. النص اليوناني بيقول لك اوزياتيروس انثروبوس اكس اورانو الثاني الانسان من السماء. وشكرا كان معكم مكابي والى لقاء اخر ان شاء الله. ورفع